مساء الخير. يبدو أنه قد تم تأكيد خبر وفاة الشاب محمد غميرة، اللي قبل أيام تم اعتقاله في أحد المخافر في سوريا لقضية لا تتعلق أبدا لا بالأمن ولا بأمن الوطن ولا بالخيانة ولا بأي شيء آخر. وبعد ما ضل موجود في هذا المخفر لمدة 3 أيام سلموه لأهله بحالة صحية سيئة جدا، وما تبين بأنه مصاب بنزف دماغي كان ظاهر جدا على الصور التي تم نشرها له. وبدون شك هذا النزف الدماغي هو نتيجة صدمات، نتيجة ضربات كيفما اتفق وين من اجى يجي، يعني مثل ما بنقول نحن بسوريا. ويبدو أنه هذا الشاب تعرض لتعذيب هائل جدا وسلموه لأهله فقط من أجل أنه أهله ينقذوا حياته إذا قدروا. يعني الشباب عنا بالأمن العام بيوصلوا الإنسان لآخر خط في الحياة وبعدين بيسلموه لأهله، وإذا كان فيكم تنقذوه انقذوه، وكأنه الموضوع هو إخلاء للمسؤولية، إنه نحن طالعنا لكم إياه ولسه عم يتنفس. صحيح نحن سببنا له النزيف الدماغي نتيجة التعذيب الرهيب اللي تعرض له لسبب غير مقنع أبدا، وهيك يعني من وجهة نظرهم انه هن غير مسؤولين عن حياته، اذا مات برا خليه يموت. ومبارحة هذا الشاب طبيعي، لانه النزيف الدماغي احيانا وفي الغالب يودي بحياة الانسان، مبارحة فقد حياته وانتهى الموضوع خلاص. هون بقى ندخل في عملية متعودين عليها كتير وشفنا منها كتير، اللي هي التحقيقات. لجنة تحقيقات وبتروح القضية وبتنتسى بعد يومين 3، ما حد بيقول شو صار يا هل ترى بهذا الشاب ومين هن المسؤولين وشو صار بهدول المسؤولين عن هذا الشيء. وممكن القضية تفض في بعض العقوبات المسلكية اللي هي تحذير وتنبيه، وربما أحدهم يفصل من العمل. يعني هون بقى بيجوا لأضعف واحد موجود في الحلقة وبيفصلوه من العمل على أساس أنه هاي عقوبة مسلكية. لكن يا هل ترى هاي العقوبة المسلكية بتكافئ حياة إنسان فقد حياته لأي سبب من الأسباب؟ الموضوع أكبر من موضوع أنه شاب مات تحت التعذيب أو عقوبة مسلكية لشخص أو شخصين أو 3 أو لجنة تحقيقات متأكدين أنه ما راح نشوف نتيجتها أبدا، وإذا شفنا نتيجتها فرح تكون مجرد كذب علينا. الموضوع بيفضح بشكل واضح عملية تسيب في السلك الأمني رهيب جدا وعدم وجود مراقبة على الإطلاق. نحن متعودين، وهذا الشيء كان موجود حتى في عهد النظام الماضي، بأنه كل إنسان في فوق منه سلطة مباشرة بتراقبه. يعني في تتابعي بالسلطات، العسكري أو العنصر بيكون في فوق منه رقيب، والرقيب بيكون في كمان أعلى منه رتبة أعلى، وهيك لحتى نوصل لعند المسؤولين الكبار، كل واحد مراقب اللي هن أدنى منه رتبة، وبالتالي كل واحد منهم بيكون مسؤول عن تطبيق القانون على من هم أقل منه مسؤولية ورتبة. طبعا بيكون عم يطبق القانون على نفسه، وهيك بهالشكل هذا كل واحد أيضا بيكون عنده خوف من القانون اللي هو ملزم فيه. فلما بيكون في حالة تسيب في القاعدة مثل ما نحن شايفين هلأ، لأنه هلأ كل الاتهامات وكل الحكي عم يروح باتجاه أن يكون هناك بعض العناصر قال عم يمارسوا عمل أو مارسوا عمل يعني غير مقبول. لكن الحالة حالة تتابعية، يا أما بيكون القانون حاسم والناس بتطبقه من الهرم
قمة الهرم نحو القاعدة، يا أما بيكون الموضوع عكس القانون اللي هو التسيب والفساد. يعني باختصار شديد، لا في قانون ولا في حدا بيطبق القانون ولا في حدا بخاف من الأعلى رتبة منه أنه يسبب له أي إشكال، أو أنه يكون تطبيق القانون عنده شيء إجباري. وبالتالي منوصل للمرحلة الدنيا منلاقي أنه القاعدة اللي هي مليانة هدول العناصر الكتيرين اللي اسمهم الأمن العام وغيرهم، بمعنى البوليس، يعني منلاقيهم ما سائلين أبدا وبيتصرفوا مثل ما بدهم. فالحالة حالة فساد، هذا الفساد طالع باتجاه الأعلى، ما في حدا خايف أبدا من اللي أعلى منه بالرتبة أنه يسبب له أي إشكال أو أي إعاقة في التصرفات اللي بيتصرفها. هاي الحالة إذا كان جينا بدنا نحكي فيها ونطالب بأنه تتصلح، فغلط كتير كبير أنه نقول أنه يجب على عنصر الأمن أن يكون صاحب ضمير، وغلط كتير كبير أنه نطالب مسؤول أو أي حدا تاني أنه يكون صاحب ضمير. لازم نطالب صاحب المسؤولية وأي إنسان أنه يكون صاحب مسؤولية وصاحب قانون وليس صاحب ضمير. يعني بهمه بشكل أساسي أنه يكون في قانون ويطبقه. فالمنظومة بدها إعادة توصيف وتصنيف من الأعلى. أنا متأكد لو أنه العنصر، أي عنصر، بخاف من المسؤولية لكان أكيد ما تورط وتصرف أي تصرف يخالف القانون. فوين القانون ووين اللي عم يطبقوا القانون؟ عم بحكي هذا الحكي بعد ما شفت كتير من الفيديوهات اللي عم يبثوها ناشطين وإعلاميين، وعم يقولوا فيها أنه يجب أن يكون هناك عقوبات مسلكية على هؤلاء العناصر الذين تسببوا بإزهاق حياة محمد غميرة. العناصر، هذا هو سقف الشيء اللي نحن منطالب فيه. يعني اللي بشكل مباشر هو يسبب الأزمة، بشكل مباشر اللي ضرب أثناء التعذيب محمد غميرة. طبعا بيكون التعذيب على كل جسمه، ولكن واحدة من الضربات كانت بشكل عنيف جدا ربما على رأسه، ونتيجتها صار في هذا النزيف الدماغي، وهو بالأصل إنسان مريض. هون عدائنا هون على هذا العنصر أو عنصرين تسببوا بهاي الأزمة لهذا الإنسان. طيب ماذا عن تطبيق القانون بشكل الهرم اللي أنا حكيت عنه قبل شوي؟ كل واحد مسؤول عن اللي هن أقل منه رتبة، ومسؤوليته هي مسؤولية تطبيق القانون. يا هل ترى كم حالة عم بتصير عنا بسوريا باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر من هذا التعذيب؟ قديش في ناس عم تفقد أرواحها إما بهاي الطريقة أو بطريقة تانية، وبعدين بالأخير بنقول في عنا شوية عقوبات مسلكية بدنا نطبق هاي العقوبات المسلكية. يا هل ترى لحد الآن كم عقوبة مسلكية شفنا بسوريا اتطبقت فعلا وشفناها وتأكدنا أنه في ناس تعاقبت على الأقل؟ يا هل ترى المسؤولين الكبار بيتحملوا المسؤولية إلا ما بيتحملوا المسؤولية؟ يعني من وزير الداخلية أنت ونازل لحتى توصل للأمني اللي هو بالصف الأول والثاني باتجاه القاعدة، هدول كلهم بيتحملوا المسؤولية إلا ما بيتحملوا المسؤولية. يا هل ترى شو هي العقوبة المسلكية على هدول كلهم اللي موجودين بهذا الهرم، اللي في عندهم مشكلة بعدم مراقبة من هم أسفل منهم بالرتبة أو أقل منهم بالمسؤولية؟ في عقوبة مسلكية؟ يا هل ترى في عقوبة مسلكية لوزير الداخلية؟ إلا ما في عقوبة مسلكية. هذا الإنسان اللي فقد حياته، وبرجع بقول مرة تانية، هو إنسان مريض وفي عنده عائلة هلأ أكيد صارت في عندها مصيبة وفجيعة كتير كبيرة. هذا الإنسان يا هل ترى بس هذا اللي سبب له هاي الصدمة هو اللي بيتحمل المسؤولية؟ إلا في عقوبات مسلكية يجب أن يخضع لها الجميع.
بكرة بعد يوم يومين ثلاثة ممكن ما نشوف، مثل العادي تعودنا على هاي المسرحيات، ما نشوف مثلا إلا مسؤول أو محافظ أو معاون وزير أو أي شيء بيروح لعند عيلته وبيتصور معهم، بيصور فيديو وبيقول لهم نقدم لكم العزاء وحصل خطأ. خطأ شو؟ حياة الإنسان ما خطأ. حياة الإنسان يجب أن يحفظها القانون، وكارثة كتير كبيرة لمن بيكون اللي مسؤول عن تطبيق القانون هو اللي عم يخترق القانون. أنا ما بعرف إذا كان عندكم قانون بالوقت الراهن يمنع التعذيب للسجناء والمعتقلين ولا ما عندكم، ولكن صرت شك إنه يكون عندكم بالأصل أخلاق وضمير، لأنه القانون بصراحة ما بعرف، بس الأخلاق والضمير والمسؤولية بصراحة صارت في شك بالموضوع واضح جدا. أنا متأكد إنه كم يوم راح ننسى القضية وراح نشوف فيديو يعبر لنا قديش نحن مسؤولينا متواضعين، بس مشان يتهربوا من المسؤولية بيروحوا بيتصوروا مع أمه أو مع أبوه أو مع عيلته وبيقدموا لهم واجب العزاء. يعني بينطبق علينا المثل الشعبي اللي بيقول بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته. الله يرحمه لهالشاب، والله يرحم كتير شباب وكتير ناس عم يفقدوا حياتهم بشكل يومي وما في حدا يسمع فيهم أبدا، ولا حدا بيعرف إنه ماتوا. تحياتي، إلى اللقاء.